هذا تفسير الآيات الأخيرة من سورة التكوير بالدارجة. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي أن القرآن كيذكر العالمين بالصفات ديال الله عز وجل وبالأوامر والنواهي، وبصفة عامة كيذكر بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. واللي ما بغاش يستقم ويشد طريق الله ما غاديش ينتفع بهذا القرآن. وبخلاف الطريق المستقيم كاين الطريق المنحرف اللي هو جوج أنواع. النوع الأول طريق الإفراط والغلو في الدين، أي أصحاب التشدد والتنطع، هادو اللي قال عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، رواه مسلم. والنوع الثاني طريق التفريط والتقصير والتمييع، يعني هادوك اللي مفرطين في الدين ديالهم. هاد واحد النوع من هاد المفرطين قال عليهم الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذا بالنسبة للاستقامة في معاملة الخالق، يعني الله عز وجل اللي هي العبادة. أما بالنسبة لمعنى الاستقامة في المعاملة مع الناس، فكاين اللي كيتعامل مع الناس بالشدة والغلظة والعبوس، وهذا خطأ. وكاين اللي كيتعامل بالتراخي وكيتواضع إلى حد التهاون حتى كيطيح من القيمة ديالو. الخلاصة أن المعاملة بالرفق ما خصهاش تنزل للضعف، المعاملة القوية ما خصهاش توصل للعنف. إذن الطريق المستقيم والوسط في المعاملة مع الناس أن المسلم يجمع بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة، اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يشتد في مواضع الشدة ويلين في مواضع اللين.